خلينا نكون متفقين ان ابل عملت اكبر تغيير في تاريخ الايفون السنة دي. حتى لو انت مش عاجبك التغيرات اللي حصلت وحاسسها غريبة، وهي فعلا غريبة جدا على الايفون، ولكن دي الحقيقة. عندنا معالج جديد ال A19 برو، ده عادي طبيعي ان يبقى فيه معالج جديد، ولكن اللي مش طبيعي هنا تصميم جديد. ومش مجرد تغيير بسيط في شكل الايفون، لا، ده التصميم اتغير كليا. ده تم إعادة تصميم الآيفون من الداخل. أبل شالت فريم التيتانيوم ورجعت تاني لفريم من الألمونيوم. والحقيقة إن مش بس الفريم هو اللي من الألمونيوم، ده كمان الظهر هنا من الألمونيوم. والحقيقة إن الظهر مش من الألمونيوم بس، ده كمان من الزجاج. في البرو والبرو ماكس بالطبع بقى عندنا جسم من الألمونيوم عبارة عن قطعة واحدة، يونت بادي. وبقى عندنا في الظهر مكان الماكسيف، الحتة اللي في النص دي بقيت من الزجاج وعليها طبقة حماية سيراميك شيلد. وكده يبقى جمعنا ما بين المتانة والفخامة وكمان التبريد الأحسن. تبريد أحسن. ونرجع بقى للنقطة الأساسية اللي غيرت أبل عشانها التصميم. أبل استغنت عن التيتانيوم وراحت تاني للألمونيوم، وكمان راحت للجسم الموحد اللي عبارة عن قطعة واحدة من الألمونيوم عشان التبريد. يعني الألمونيوم بيشتت الحرارة أسرع كتير من التيتانيوم اللي كان بيكتم الحرارة جوه الموبايل. ومش بس كده، ده استخدمت سيستم تبريد جديد أول مرة تستخدمه مع سلسلة الآيفون 17، أو تحديدا في البرو والبرو ماكس اللي احنا بنتكلم عليهم النهاردة. وده خلى إن أبل أعادت تصميم المكونات الداخلية تماما، وبقى عندنا جزء كبير من ظهر الجهاز بقى مخصص بس للبطارية وغرفة التبريد الجديدة. في قطع كتير انتقلت من الجزء ده لجزء الكاميرات الجديد اللي فوق، المستطيل البارز والممتد والكبير. وده مش بس عشان حجم الكاميرات كبرت، ده كمان انتقلت ليه اجزاء كتيره. وزي ما هو واضح كده، وابل عرضت في مؤتمرها ان هيبقى عندك هنا تحسن في الاداء كبير، يمكن يوصل ل 40% استقرار في اداء الايفون عن الجيل السابق. وده ناتج طبعا مش بس عشان المعالج هنا بيبقى اقوى من ال 16 برو ماكس، ده الموبايل هنا بقى مش هيضطر ينزل من تردداته عشان يقلل سخونة الموبايل. احنا بقى عندنا سيستم تبريد جديد، عادنا تصميم الايفون كله عشان حتة التبريد دي، فلازم طبعا يبقى في فرق اداء واضح. انا عارف ان لحد دلوقتي انت مصدوم من شكل الايفون الجديد ومش عارف انت ايه اللي ابل عملته ده، بس صدقني هي مجرد ايام انت بتبص عليه كده وخلاص هتبدأ تتعود وتقتنع ان هو ده الشكل الجديد، هو ده احلى شكل. لان بصراحة خلينا نكون واقعيين، اي حاجة هتعملها ابل مهما كانت غريبة في النهاية هتعجب الناس كلها وهيشتروها عادي، وانت هتشتريها عادي برضه، مفيش اي مشكلة. حتى اللون البرتقاني غريب، حتى اللون البرتقاني غريب، ده اكتر لون اصلا هيطلب واكتر لون هيخلص في الحجز المسبق اللي هو فتح بالمناسبة. كنت هنسى بمناسبة بقى المعالج والتشيب والأداء وكل الكلام ده، فبقى عندنا تشيب جديدة ال N1 عشان بقى الواي فاي والبلوتوث، وكمان موضوع بقى الايردوب وكل الكلام ده. وعندنا كمان التشيب تانية اللي هي ال C1X، ودي بقى عشان مودم ال 5G بقت خلاص ابل اللي بتعملها، مش هناخد خلاص بقى من كوالكوم تاني، احنا اللي بقينا نعملها. ونقطة مهمة تانية عشان نكبر حجم البطارية، بقى عندنا دلوقتي نسخة من الايفون اي سيم فقط، ما عندناش سيم كارد او مكان للشريحة الفيزيكال العادية. بقى عندنا دلوقتي اي سيم فقط. في طبعا نسخة فيها سيم كارد مع الاي سيم، ولكن طبعا دي بطاريتها هتبقى اقل. اما نسخة الاي سيم هتبقى بطارية اكبر، 5088 ملي امبير بالنسبة لل 17 برو ماكس. طبعا انت عرفت دلوقتي ان النسخة اللي هتوصل الشرق الاوسط، سعودية، امارات، هتبقى الاي سيم فقط. حاجة حلوة عشان حجم البطارية أكبر، ولكن مش ألطف حاجة بالنسبة لموضوع الإي سيم، لأن بصراحة الإي سيم في الوطن العربي هنا أو تحديدا في مصر مش أحسن حاجة. ما تقدرش تنقل الإي سيم من موبايل لموبايل، محتاج كل مرة عشان تغير الإي سيم بتاعتك لموبايل تاني محتاج تشتريها تاني، والموضوع غريب جدا عندنا في مصر. في حتة مش قادر استنى بقى وعايز اقولها بخصوص الشاشة. يعني انا هنط كده واروح لك للشاشة دلوقتي. شاشة قوية محترمة وكل حاجة، بس بقى عندنا سطوع اعلى، 3000 نتس. ده طبعا السطوع الاعلى اللي بيوصل تحت الشمس مش في الاوقات الطبيعية. لكن النقطة المهمة بقى عندنا طبقة الانتي ريفلكتيف كودينج بتاعة الانعكاسات زي اللي موجودة على الاس 25 الترا، او زي اللي موجودة يعني على شاشات سامسونج. فاخيرا طبعا الطبقة دي بتقلل الانعكاسات بقى انت وفي الشمس، في اضاءة جاية على شاشة الموبايل، كل الكلام ده بيبقى اقل كتير طبعا. زي ما شفنا مع موبايلات سامسونج الموضوع بصراحة بيبقى تحفة. فاخيرا ابل حطت لك الطبقة دي. وطبعا بالنسبة للشاشة بقى
عندنا سيراميك شيل 2 اللي هي بقت اقوى من الجيل السابق تقريبا مرتين او ثلاثة، ضد بقى الصدمات والخدوش وكل الكلام الجميل ده. واهم حاجة اي حد بيفكر فيها في الايفون الكاميرات، ابل عملت تغيير قوي في سيستم الكاميرات المرة دي، وبقى عندنا 3 كاميرات 48 ميجا بكسل، طبعا الرئيسية الالترا وايد، وكمان بقى عندنا هنا التليفوتو 48 ميجا بكسل. طبعا السنسور بتاعت الكاميرات دي بقت اكبر، عشان كده وسعنا لها المستطيل بتاعها اللي في الظهر. خليني اقول لك كمان ان الكاميرا التليفوتو الجديده ال 48 ميجا بكسل تاخد بيها 4 اكس اوبتيكال زوم، وكمان 8 اكس اوبتيكال زوم. فاخيرا الكاميرا هنا بصراحه ده هيبقى اقوى كتير كمان من الكاميرا الموجوده اللي قبل كده اللي هي حلوه اصلا. والتغير الحماسي الاقوى بقى في الكاميرات، واللي اعتقد ناس كتير هتركز معاه، الكاميرا السيلفي. بقى عندنا مستشعر 18 ميجا بكسل، بقى عندنا الكاميرا السيلفي هنا 18 ميجا بكسل. وخلينا نقول بقى ان بقى عندنا مستشعر جديد، مستشعر مربع اللي هم بيطلقوا عليه بقى سنتر ستيج. وده بقى كمان بقى عشان ايه؟ انت وماسك الايفون وبتاخد صورة سيلفي، لو في شخص تاني دخل معاك ممكن الزاوية توسع شوية، لكن لو عايز تاخد صورة بالعرض لاندسكيب هتضطر طبعا، وده البديهي، انك تلف الموبايل وتخليه لاندسكيب عشان تاخد الصورة اللي بالزاوية العريضة. لا دلوقتي بقى عشان المستشعر بتاع السيلفي نفسه بقي مربع، فتقدر تاخد الزاوية العريضة دي انت وقلب الموبايل. لا تقدر تاخدها دلوقتي انت وماسك الموبايل زي ما هو عادي، يعني ما بقتش مضطر انك تقلب الموبايل عشان تاخد الصورة العريضة. انت وماسك الموبايل في وضعيته العادية تقدر تاخد الصورة العادية او الصورة العريضة. فتطوير محترم على السيلفي، وطبعا ده هيبان بقى مع المعالج الجديد، السنسور الجديد، كمان الاي او اس 26 الجديد اللي محدش خد باله منه. ابل كانت ممكن تعتمد مثلا السنة دي على سلسلة الايفون الجديدة على الاي او اس 26 الجديد والليكويد جلاس وكل الكلام ده. لا انت شوف كام تغيير عملوه في نفس السنة مع نفس الايفون. طبعا كان في تسريبات كتيرة بتقول لك ال 8K بقى والدعم ال 8K ده ما حصلش لسه، معانا ال 4K ال 120 فريم اللي هو يعني جامد جدا. هما كمان زودوا تقنية هنا في تصوير الفيديو، كان بيصور البروريز. كمان بقى عندنا هنا بروريز رو، طبعا ملفات حجمها اضخم وحجمها اكبر، ومحتاجة ناس تكون عندها أجهزة كمبيوتر أصلا قوية جدا عشان تقدر تمنتج الملفات والفيديوهات الضخمة اللي بتطلع من الطريقة دي. بتحتاج مساحات كبيرة و SSD وحوارات كبيرة يعني. فاللي بيستخدم التقنية دي فالموضوع يعني وصل لحتة مرعبة هنا، جودة محترمة جدا. وبرضو من ناحية البطارية ال 5088 ملي أمبير في النسخة الإي سيم فقط، وعندنا 4832 ملي أمبير في النسخة اللي فيها السيم كارد مع الإي سيم. عندنا الشحن هنا بأسرع 50% من البطارية في حوالي 20 دقيقة. الحقيقة ده رقم محترم ورقم كافي جدا، انا ما عنديش اي مشكلة معاه يعني. كمان الوايرلس هنا ب 25 واط مع الماكسيف، يبقى هتشحن ال 50% دول في حوالي 30 دقيقة، يعني 10 دقايق فرق، كويس جدا برضه. بالنسبة للتسعير بقى عندنا هنا النسخة البرو $1099 للنسخة ال 256 جيجا. وخلاص بقى سلسلة الايفون كلها السنة دي بتبدأ من 256 جيجا، ما عندناش 128 جيجا. كمان حاجة تاني يمكن محدش خد باله منها، البرو والبرو ماكس بقى عندنا كل نسخهم دلوقتي مع 12 جيجا رام مش 8 جيجا رام، ودي موجودة في البرو والبرو ماكس. اما الاير وال17 العادي 8 جيجا رام عادي. البرو ماكس ال 256 و12 بتبدأ من $1199. وكمان بقى عندنا نسخة مجنونة هنا 2 تيرا بايت، ودي عاملة حوالي $2000. مش عارف مين ممكن يعمل كده بجد، لكن هي في نسخة 2 تيرا. واللون البرتقاني اللي مش عاجب حد ده اول لون هيخلص، ماشي، اول لون هيخلص ويبقوا شوفوا كله هيجري عليه يعني. مش كله بيقول وحش وبتاع هيجيبوه برضه. ايفون غريب بس بصراحة يعني تمام، يعني في حاجات كتير حصلت يعني تمام يعني. مع السلامة، ماشي، مع السلامة بقى.